السلام عليكم ورحمة الله متتبعي أجواءنا من تونس وليبيا والجزائر، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتطرق عن الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. وتقبل الله منا ومنكم من الجميع اليوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. كما ترون في الشاشة ما زالت التوقعات تشير بتساقطات مطرية إن شاء الله تعالى مساء الثلاثاء، وكذلك قد تتطور إن شاء الله تعالى وتهم كذلك تونس إن شاء الله. دعونا نبدأ إن شاء الله بعد منتصف هذه الليلة تقريبا، أو نقول الساعة تقريبا 11 في هذه الليلة تقريبا. الأجواء مستقرة، وهناك بعض تساقطات مطرية متوقعة غدا، سنرى ذلك بعد قليل. الأجواء غائمة في وسط الجزائر، يعني تقريبا في أدرار عدة مناطق، سحب عليا في غرداية منيعة، وكذلك في الجلفة بسكرة إن شاء الله تعالى. والأجواء صافية في باقي مناطق تونس وليبيا. صبيحة اليوم غد الساعة 5 صباحا إن شاء الله تعالى هناك بعض تساقطات مطرية متوقعة في هذه المناطق: زاوية الدباغ، وكذلك غرب بني عباس والمنيعة إن شاء الله تعالى. قد تكون مهمة والله أعلم في دقرت وغرداية، وكذلك شمال منيعة إن شاء الله تعالى وبسكرة، وكذلك جنوب قسنطينة ولكن ضعيفة. وكذلك في المساء قد تتجه هذه التساقطات المطرية نحو تبسة وخنجلة وبئر العاطر وسوق هرس إن شاء الله تعالى، ولو أنها ضعيفة ولكن خير إن شاء الله. صبيحة اليوم الأحد على فكرة بالنسبة للرياح ستكون هناك نشرة خاصة بالرياح بعد هذه النشرة مباشرة على القناة إن شاء الله تعالى. صبيحة اليوم الأحد كذلك الأجواء تقريبا مستقرة، ومساء الأحد إن شاء الله تعالى كذلك الأجواء مستقرة. ويوم الاثنين في الصباح أجواء يعني ستلاحظون هناك تغيير خصوصا في شمال غرب الجزائر مع يعني اقتراب هذا المنخفض. وكذلك من مساء الاثنين إن شاء الله تعالى ستكون الرياح قوية وعلامة من علامات دخول هذا المنخفض. وصبيحة اليوم الثلاثاء ستكون هناك تساقطات مطرية متوقعة في وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف والجزائر العاصمة. وكذلك في الساعة تقريبا 9 صباحا كذلك تساقطات مطرية سيدي بلعباس، رأس المبلول وطيارة إن شاء الله تعالى. بعض الإخوان يقول تلمسان في هذه المنطقة كذلك متوقعة إن شاء الله تعالى. لا أريد يعني اقتراب أكثر من في الخريطة، فستنبثق عدة مدن وولايات ولا قد لا أنتهي من، لذلك نذكر فقط بعض الولايات. يعني عندما أقول أن هناك تساقطات مطرية في رأس الما وسيدي بلعباس، يعني متوقعة ما بينهما تلغ ورأس هذه المنطقة، يعني وما بينهما حسي زهانة ولاد ميمون. يعني آسف جدا لأن تقريبا مناطق عدة كثيرة. المهم الفكرة واضحة. بعد منتصف نهار يوم الثلاثاء كذلك متوقعة خيرات إن شاء الله تعالى في غرب الجزائر، في وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، كذلك رأس الماء، بلول، طيارة الشلف قد تكون مهمة في هذه المنطقة. تنس، عشعاشة إن شاء الله تعالى، وفراية، حجوط، خمس مليانة، وكذلك خفيفة نوعا ما في منطقة بريكة، وكذلك في الشمرة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لتونس في هذه اللحظات ما زالت الأجواء يعني مستقرة بعد منتصف نهار يوم الثلاثاء. في المساء إن شاء الله تعالى تتجه هذه الأمطار الخير نحو الشرق، وقد تكون إن شاء الله تعالى كذلك في سيدي الحاج الدين، غرداية، قرارة، رأس الميعاد، أفلول، بياض، مشرية، القصدير، الصفراء. ما زال النموذج الأوروبي يتوقع هذه التوقعات إن شاء الله تعالى، ولو أنها بعيدة لكن خير. بسكرة كذلك بوسعادة مع تولوج إن شاء الله تعالى تقريبا في جنوب بوسعادة، عين وصارة، الشلف، طيار، مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، مديا مهمة كذلك في تيزي وزو، الجزائر العاصمة، بشاية، جيجل، سكيك، الشرايع، كذلك عنابة، قسنطينة، سطيف. وكذلك بالنسبة لتونس كذلك في سوسة، قيروان، حفوز قد تكون فيها أمطار رعدية وخفيفة نوعا ما في سليانة وفحص ونفيضة ومجاز الباب وتونس العاصمة. ليلة الثلاثاء قد يعني كما قلنا هذه الأمطار إن شاء الله تعالى تتجه نحو الشرق، وقد تكون مهمة في أقصى شمال تونس، بنزرت وسجنان، باجة، غرديمة، مجاز الباب، تونس العاصمة، قليبية، الحمامات، ونفيضة، سوسة، قيروان، حفوز، تال، قصرين، ومجل
بالعباس، وكذلك منطقة الجزائر تقريبا أقصى الجنوب الوادي المغير تقدر قرارة وسط الجزائر تقريبا غرداية حسيت فيها إن شاء الله تعالى مع رياح قوية. وكذلك سوق هراس عندنا باسكي كذا قسنطينة مهمة، كذلك في جيجل تيزي وزو كذلك قد تكون قوية في مستغانم طيار بلول سيدي بالعباس، مع ربما تولوج ستكون إن شاء الله تعالى في جنوب طيارة إن شاء الله. صبيحة اليوم الأربعاء كذلك قد تبقى مع تساقطات مطرية متفرقة في سيدي بالعباس وهران بلول، وكذلك في الجزائر العاصمة تيزي وزو قد تكون مهمة في تيزي وزو والله أعلم. جيجل سكيك دا عنابة القالة سوق هراس، وكذلك تولوج في تبسة خنجلة وباتنا مع انخفاض في درجة الحرارة، وكذلك بئر العاطر ووادي تقرت، وكذلك هذه المنطقة غرب بافل إن شاء الله تعالى. بالنسبة لتونس قد تكون كذلك مهمة في القطار توزر رجل معطوق سيدي بوزيد سوسة، وكذلك السليانة قليبية وحمامات وتونس العاصمة بنزرت سجنان ومباجة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لليبيا تقريبا الأجواء مستقرة بعد منتصف نهار يوم الأربعاء، كذلك ستبقى مستمرة هذه الخيرات على تونس تطاوين جرجيس قابس مع رياح جد قوية كما ترون في الشاشة، حومة السوق صفاقس سوسة سنيانة باجة قليبية. تقريبا في هذه المنطقة حومة السوق قد أقول الحيطة والحذر، ولكن ما زلت غير متأكد، ربما تتغير الأجواء آملة، ولكن سنرى ذلك يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. إن رأيت أن هناك طقس خطير جدا سنحذر، ولكن من أحسن أنني أحذر من الآن يعني مساء الأربعاء والله أعلم ستكون الأمطار قوية في حومة السوق المهم الحيطة والحذر. مساء الأربعاء كذلك نفس الشيء تقريبا تساقطات مطرية وأمطار قوية في جرجيس حومة السوق، وإن شاء الله تعالى كذلك في تطاوين وقابس متوقعة. بالنسبة لليبيا مساء الأربعاء قد تكون هناك تساقطات في طرابلس رهيبة نالوت مصرات الخمس بني وليد إن شاء الله تعالى. وكذلك يوم الخميس مع دخول منخفض آخر في تقريبا هذه المرة في نفس المنطقة تقريبا طيارت، وكذلك في الشرف مستغانم إن شاء الله تعالى. كذلك هذا المنخفض قد يستقر في هذه المنطقة طرابلس مصراتة يعني صبيحة اليوم الخميس، ومساء الخميس إن شاء الله تعالى عودة تساقطات مطرية نحو منطقة وهران مستغانم وعشعاشة والجزائر العاصمة مجاية، كذلك طيارت ومتفرقة في الجلفة ومشرية إن شاء الله تعالى. والجمعة المقبلة يعني تقريبا هذه التوقعات بعيدة المدى مع انخفاض درجة الحرارة خير إن شاء الله تعالى. مساء السبت والأحد يعني كما قلت لكم ربما كما ترون في الشاشة المنخفض الذي أتى على طرابلس وبنغازي سيواجه الضغط الجوي في المنطقة الشرقية ويعود مجددا يعني تقريبا نفس ليس نفس السيناريو الذي وقع قبل أسبوع 100%، ولكن تقريبا 50%، ولكن هذه المرة عاد على البحر الأبيض المتوسط. في الأسبوع الماضي عندما عاد على تونس والتفت ودخل من الجزائر العاصمة وكذلك من جيجل وجاية، وكانت أمطار جد قوية في الأسبوع الماضي. على أي خير إن شاء الله تعالى سنرى ذلك من ناحية الضغط الجوي. الضغط الجوي غدا إن شاء الله تعالى في الصباح كما ترون هذا المنخفض القوي الذي يجتاح أوروبا وتأثيره قد يصل يوم الثلاثاء أو يوم تقريبا الاثنين في المساء على الشمال إفريقيا 1010 1014 كما ترون في الشاشة. ولو أن هذا الضغط الجوي متواجد في هذه المنطقة 1032، ولكن بسبب قوة هذا المنخفض كذلك يصل تأثيره يلامس أجزاء من شمال إفريقيا يعني المغرب والجزائر وتونس. يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء الأربعاء إن شاء الله تعالى كما ترون في الشاشة ما زال هذا المنخفض
1011 يعني انقسم إلى قسمين. بقي المنخفض الأصلي في شمال أوروبا، والمنخفض آخر يعني لا بأس به هو الذي قد يبقى يدور في هذه المنطقة، وربما يعود ويعطي من خيرته يوم الخميس في الصباح كما ترون في الشاشة. هذا هو 1009 وتأثيره يصل إلى شمال الجزائر إن شاء الله تعالى. ولو أن يعني لو لم يكن هذا الضغط الجوي 1024 في هذه المنطقة، قد يكون هذا 1009 في هذه المنطقة، وتأثيره قد يصل إلى المنيعة وزاوية الدباغ وغيرها. ولكن تقريبا تأثيره يعني في الجلفة ووهران الجزائر العاصمة وقابس وطرابلس يعني كما ترون في الخط، وكذلك في بنغازي كما ذكرنا قبل قليل أن ستكون هناك يعني تساقطات مطرية في هذه المنطقة. خير إن شاء الله تعالى. والجمعة كذلك محاصرة كذلك هذا المنخفض 1014، ولكن هل له تأثير من ناحية التساقطات المطرية؟ نعم هناك تأثير، ولكن غالبا فوق البحر الأبيض المتوسط، وبعدها تقريبا على وهران ومستغانم إن شاء الله تعالى. خير إن شاء الله. كذلك أولى في الشهر المقبل. المهم خير إن شاء الله تعالى. ما نريده الآن هو يوم الثلاثاء أن تتحقق هذه التوقعات وهذه الأمطار إن شاء الله تعالى، وبعدها نرى إن شاء الله تعالى الأيام المقبلة. هل هناك نقطة أخرى بالنسبة للرياح؟ كما قلت لكم ستكون هناك نشرة خاصة مباشرة بعد هذه النشرة. بالنسبة لدرجة الحرارة سترتفع قليلا درجة الحرارة، ولكن ربما يوم الاثنين أو ليلة بعد التساقطات المطرية يعني صبيحة اليوم الأربعاء ستنخفض درجة الحرارة في مشرية، طيار، الجلفة، وكذلك تبسة، خنجلة، وبتنا، البياض، ورأس سلمى، القصدير، عين الصفراء. يعني كل هذه المناطق ستشهد انخفاض في درجة الحرارة، وكذلك في سطيف. كذلك يوم الخميس ستنخفض أكثر في هذه المنطقة، يعني في خنشلة، تبسة، شريعة، بوحمامة، الشمرة، بتنة، وتملوكة، تجنان، سطيف. كل هذه المناطق ستشهد انخفاض في درجة الحرارة. وكذلك الجمعة ربما أكثر، يعني 2 تحت الصفر في المشرية، كذلك البياض، عين الصفراء 1، أفلو 1 تحت الصفر، ورأس سلمى كذلك تحت الصفر، وبتنا 2 تحت الصفر، وكذلك خنشلة 1 تحت الصفر. يعني ستنخفض درجة الحرارة أكثر الجمعة المقبل، وكذلك يوم السبت المقبل، وكذلك يوم الأحد 2 فبراير إن شاء الله تعالى. حتى لا أطيل تقريبا، أشكركم على المتابعة، للتعليق الجميل، ولا تنسوا الإعجاب، والسلام عليكم.